أكتر من 98% من زراعة الكوكايين في العالم متجمعة في 3 دول بس: كولومبيا، بيرو، وبوليفيا. والنصيب الأكبر طبعا لكولومبيا. ونتيجة الاستحواذ الكبير ده ظهر الكارتلز. الكارتلز مش عصابات شوارع عادية، دي شبكات بتدير مليارات بنفس تعقيد أي شركة عالمية، بس في عالم الجريمة. وزي ما هنشوف في الفيديو ده، نشاطهم واصل لقلب الاتحاد الأوروبي وموانئ غرب أفريقيا وأسواق الذهب في دبي وجزر المحيط الهادي. شركات عملاقة ولوجيستكس وتحالفات سياسية تخوف. ومن قلب الغابات لحد موانئ أوروبا وأستراليا، رحلة تجارة الكوكايين مليانة تفاصيل أخطر بكتير مما تتخيل. في البداية كده خلينا الأول نعرف هو مين اللاعبين الكبار في الصناعة دي. في كولومبيا عندك مجموعات زي كلان ديل جولفو اللي تعتبر أكبر جيش إجرامي هناك، عاملين نظام شبه الدولة وبيفرضوا إتاوات على أي نشاط في مناطقهم وكأنهم حكومة بديلة. وعندك كمان ELN جيش التحرير الوطني اللي بدأ كحركة سياسية وتحول لقوة حدودية. قدروا يمسحوا الخط الفاصل بين كولومبيا وفنزويلا وعملوا لنفسهم ملجأ آمن يتحركوا فيه، مش بس كتجار مخدرات، لأ دول بقوا قوة عسكرية محمية من نظام دولة تانية. ده غير طبعا منشقين فارك. منشقين فارك دول كانوا أعضاء في جماعة اسمها فارك. الجماعة دي عملت اتفاقية سلام مع الحكومة الكولومبية سنة 2016. بعض الأعضاء دي رفضوا الاتفاق وقرروا يكملوا قتال وشغل لوحدهم، فبقوا يسموا نفسهم منشقين لأنهم انفصلوا عن التنظيم الأصلي. وأقواهم مجموعة استادو مايور سنترال. الصورة التقليدية والمتعارف عليه إن الكوكايين كله كولومبي، لكن المعلومة دي غير دقيقة تماما. الحقيقة إن كولومبيا بقت أشبه بمركز تصنيع لعجينة الكوكا اللي جاية من بيرو وبوليفيا. الدمج ده كان حركة ذكية، لو حصل حملة أمنية في كولومبيا باقي الأماكن تفضل شغالة. والنهر اللي بيربط اللعبة دي اسمه بوتومايو، وهناك مجموعة مسلحة بتشتري عجينة الكوكا من بيرو وتنقلها المعامل في كولومبيا عشان تتصنع وتتحول لكوكايين جاهز. طيب بعد التصنيع ده الكوكايين بيوصل لباقي دول العالم ازاي؟ النقل بيتم ب3 طرق: جوي، بري، بحري. وكل واحد فيهم بيحاول يتفوق على غيره في إنه يقدر يمزج بين ال3 طرق دول، الجوي والبري والبحري. بس الشطارة في المزج بينهم حسب الوجهة اللي رايح ليها الكوكايين. وهنا يظهر دور فنزويلا. فنزويلا الحدود بينها وبين كولومبيا تحولت لمنطقة تهريب مفتوحة بإدارة شبكة اسمها سنترال أوف ذا سانز، فيها ضباط ومسؤولين عملوا ممرات طيران سرية. الطيارات الصغيرة تقدر تطلع منها تنقل الشحنات لأمريكا الوسطى. الميزة في الممرات السرية دي إنها بتبعد تماماً عن الرقابة الجوية الكولومبية، وفي نفس الوقت غابات الأمازون بقت طريق أساسي للنقل النهري. وهنا دخلت عصابة برازيلية اسمها PCC، بدأت في السجون وبقت لاعب رئيسي في الصناعة. العصابة دي عملت حركة صايعة قوي، لغوا الوسيط واشتروا مباشرة من المصنع نفسه ونقلوا الشحنات لموانئ البرازيل. وطبعا اختيارهم للبرازيل لأنها تاني أكبر مستهلك كوكايين في العالم. وهسيبك انت تتوقع مين الأول. لكن هنا في سؤال مهم، يا ترى أوروبا فين بقى من الكلام ده كله؟ أوروبا حرفيا هي المكسب الحقيقي، السعر أعلى والمخاطرة أقل نسبيا. الكارتيلات الكولومبية اتحالفت مع المافيا الإيطالية واستخدموا غرب أفريقيا كمحطة وسيطة. دول زي غينيا بيساو وكوديفوار بقوا مخازن مؤقتة. الفكرة ببساطة، لو الشحنة جاية مباشرة من أمريكا الجنوبية هتواجه تفتيش صعب، لكن لو جاية من أفريقيا احتمال تعدي بسهولة. ظهر كمان عصابات خطيرة في دول زي ألبانيا وصربيا وسيطروا على السوق الأوروبي. ودول بقى بيستخدموا طرق غريبة جدا في التهريب. أول حاجة زي إنهم يحطوا المخدرات في حاويات قانونية. بيختاروا بضاعات عادية جدا زي فاكهة، أخشاب، ملابس أو معدات تقيلة. الحاجات دي بتبقى غطاء للشحنة. بعد كده بيخفوا المخدرات جوه الشحنة بطرق مختلفة، أو إنها تتحط جوه كراتين أو أكياس وسط البضاعة، أو تتخبى جوه المنتج نفسه. ومشهور جدا إنهم بيخلطوها مع المطاط أو العسل، أو تتحط في فراغات داخل الحاوية ما تبانش في التفتيش السريع، أو حتى ناس تستخبى جوه الحاوية نفسها طول الرحلة. الطريقة دي حقيقية وبعض العصابات بتسميها حصان طروادة، لكنها واحدة من أخطر وأسوأ طرق التهريب على الإطلاق. أول حاجة بيجهزوا الحاوية نفسها عادي جدا على إنها فيها بضاعة قانونية. بعد كده قبل ما الحاوية تتقفل وتتختم رسمي، شخص أو أكتر بيدخلوا جواها ويستخبوا مع الشحنة. بيبقوا معاهم أكل ومية تكفي الرحلة، أحيانا أجهزة بسيطة للتنفس، وممكن وسيلة تواصل زي تليفون أو جهاز مشفر. تالت حاجة، الحاوية بتتقفل وتتختم كأنها شحنة عادية وتتحمل على السفينة وتسافر أيام وأسابيع. وقت الوصول بقى الناس اللي جوه بيكونوا مستنيين توقيت معين، أو في فريق تاني بيكون موجود في المينا بيفتح الحاوية بسرعة يخرج الأشخاص وياخد المخدرات قبل ما تتفتش. وهنا ممكن برضو نسأل سؤال، هو إيه الفكرة من وجود أشخاص مع الشحنة؟
الشحنة وهي ماشية أيام وأسابيع ممكن حد يحاول يسرقها أو حد يحاول يفتح الحاوية، فوجود شخص جواها بيضمن إن محدش يقرب منها غيرهم، والعملية تمشي زي ما هم مخططين. بس زي ما قلت لك الطريقة دي تعتبر من أخطر الطرق على الإطلاق. في حوادث موثقة الناس استخبوا جوه حاويات شحن واتقفل عليهم وسافروا لمسافات طويلة. بعضهم مات بسبب نقص الأكسجين، الحرارة العالية جدا، الجفاف، أو حتى التسمم من المواد اللي في الشحنة نفسها. كل طرق التهريب دي خلت العصابات الألبانية تسيطر على سوق الكوكايين في بريطانيا، وده مش صدفة خالص لأنهم لعبوها صح من أولها. نزلوا السوق بكوكايين أنقى وبسعر أقل شوية من المنافسين، فشدوا الزبون ليهم بسرعة، ومع الوقت سيطروا على كل خطوة في السلسلة، من الاستيراد لحد التوزيع في الشارع. كمان اعتمدوا على شبكة توزيع منظمة جدا تخلي البضاعة توصل لأي جزء في البلد بسهولة. والأهم من ده كله إن سياستهم كانت قايمة إنهم يتجنبوا أي صدام مع أي حد، سواء مع عصابات تانية، كارتيلات، أو حتى مع الشرطة. بيحاولوا يتعاونوا مع أي طرف طالما البيزنس ماشي، وده اللي خلاهم يكبروا بسرعة ويزيحوا منافسين كانوا موجودين بقالهم سنين. ولو فاكر إن أمريكا وأوروبا هي قمة المكسب، فالحقيقة إن في سوق تاني بيكسب أكتر بكتير: أستراليا. رغم إنها بعيدة جغرافياً، لكنها من أعلى الدول في استهلاك الكوكايين بالنسبة لعدد السكان، وده مخلي السعر هناك أعلى بكتير. تخيل إن الكيلو اللي ممكن يتباع بحوالي 25 ألف دولار في أمريكا يوصل ل 165 ألف دولار في سيدني. فرق السعر الضخم ده هو اللي فتح باب الطريق لتهريب جديد تماما عبر المحيط الهادي، رحلة ممكن تعدي 8000 ميل. وعشان المسافة الطويلة دي الكارتيلات بتلعبها بذكاء قانوني، مش بس تهريب وخلاص. بيستخدموا سفن شايلة أعلام دول زي فانواتو، وده بيخلي أي محاولة تفتيش تدخل في إجراءات معقدة، لأن السفينة قانونيا تابعة للدولة دي ومش سهل حد يوقفها ويطلع عليها فورا. وده بيديهم وقت ومساحة يتحركوا فيها من غير ضغط مباشر. أول ما الشحنة تقرب من جزر قريبة من أستراليا زي فيجي أو تونجا، بيحصل نقل سريع لمراكب أصغر ومنها توصل لأستراليا. هناك بقى تستلمها عصابات محلية زي عصابات الموتوسيكلات وتبدأ مرحلة التوزيع. والأخطر إن الرحلة دي مش بس للكوكايين، أحيانا بيشحنوا معاهم مواد تانية زي الميس عشان يضاعفوا المكسب في نفس الرحلة، وده لأن المخاطرة عالية جدا. ومع التطور التكنولوجي بدأ يظهر استخدام غواصات بدائية ودرونز بحرية بتتوجه بالأقمار الصناعية. مفيش أشخاص، مفيش شهود، مجرد آلة بتوصل الشحنة. بس كل ده ولا حاجة، لأن السؤال الحقيقي الفلوس دي كلها بتروح فين؟ وإزاي بتتحول من ملايين جاية بطرق غير قانونية لحسابات نظيفة جوه الاقتصاد الرسمي؟ هنا بقى ندخل على أخطر جزء في اللعبة: غسيل الأموال. غسيل الأموال في عالم الكوكايين بيتم بثلاث طرق أساسية. رقم واحد: التجارة. يعني بدل ما الفلوس غير القانونية تفضل كاش ومشبوهة، بيتم إدخالها في بيزنس حقيقي عشان تطلع في الآخر بشكل قانوني. يعني مثلا تاجر في كولومبيا عايز يستورد موبايلات من بره، بس ما عندوش دولارات يقدر يدفع بيها. في نفس الوقت الكارتيل عنده ملايين الدولارات اللي جايه بشكل قانوني لكنها موجوده في امريكا. هنا بيدخل الوسيط، ياخد فلوس الكارتيل في امريكا ويستخدمها يشتري موبايلات فعلا ويشحنها لكولومبيا باسم التاجر. التاجر بيبيع الموبايلات في السوق ويرجع يدفع ثمنها بعملة البيزو للوسيط، والوسيط يسلمه للكارتل. كده الفلوس دخلت تجارة حقيقية، اتحولت لبضاعة، اتباعت، رجعت فلوس شكلها قانوني. رقم اتنين بقى: في شبكات صينية عبارة عن سماسرة، رجال أعمال، أو وسطاء ماليين. غالبا دول بيبقى عندهم علاقات واسعة جدا جوه الصين. بيعملوا إيه بقى؟ وظيفتهم الأساسية إنهم ينقلوا الفلوس من غير ما تتحرك فعليا بين الدول. يعني بدل ما الكارتيل يحول الفلوس عن طريق البنك، وده بالنسبة له طبعا خطر، بيحصل الآتي: الكارتيل عنده دولارات كاش في أمريكا، سمسار صيني بياخد الدولارات دي هناك. في نفس الوقت واحد من الأغنياء اللي موجودين في الصين بيدفع نفس القيمة بالعملة المحلية للسمسار جوه الصين، وبعد كده السمسار بيدي دولارات للشخص الصيني في أمريكا، وبكده الكارتيل بيستلم فلوسه في حسابات تانية في آسيا. طب ليه الصينيين داخلين في الموضوع أصلا؟ بسبب قوانين في الصين بتحدد إنك ما ينفعش تخرج أكتر من مبلغ معين سنويا، حوالي 50 ألف دولار. فالأغنياء هناك بيدوروا على طرق هم كمان يقدروا يهربوا بيها فلوسهم. ورقم ثلاثة وأخيرا طبعا الذهب. الذهب بالنسبة للكارتيلات بقى أداة غسيل فلوس ذكية جدا. الكارتيلات بياخدوا فلوس المخدرات يستثمروا بيها في مناجم ذهب غير قانونية في الغابات، يطلعوا ذهب فعلي ويخلطوه بذهب جاي من مصادر قانونية ويسيحوه يحولوه لسبائك. أول ما الذهب بيتسيح بيختفي أي دليل على مصدره، يعني مستحيل تفرق إن ده ذهب جاي من منجم قانوني ولا من تجارة الكوكايين. وبعد ما بيجمعوا السبائك دي بتتصدر بشكل قانوني وبتتباع في السوق العالمي، والفلوس بترجع على إنها أرباح نظيفة. رحلة الكوكايين أصلا بتبدأ من أماكن نائية جدا في بيرو وبوليفيا وكولومبيا، مزارعين شغالين في ظروف صعبة تحت تهديد السلاح، وفي الآخر بياخدوا نسبة صغيرة جدا، ممكن توصل ل1 أو 2% بس من قيمة الكيلو.
المزارعين دول بعد ما بيجمعوا الأوراق بياخدوا الأوراق دي ويبعتوها عشان تتحول لمعجون، وبعد كده المعجون ده بيتنقل لمعامل سرية عشان يتصنع باستخدام كيماويات زي الميثانول والإيثر وحمض الكبريتيك. وعشان يجيبوا المواد دي أصلا بيضطروا يعملوا شركات وهمية عشان يشتروا من السوق بشكل قانوني من غير ما يتكشفوا. ومع صعوبة توفير المواد دي الجودة نفسها بقت أقل من زمان. وأخيرا أهم جزء في الليلة دي كلها وهو الفلوس وتوزيع الأرباح. فالمزارع بياخد حوالي زي ما قلت لك من 1 ل 2%، والكارتيل بياخد حوالي من 35 ل 40%، والباقي بيروح لتجار الشوارع. لو بصيت هتلاقي إن صناعة الكوكايين نظام ضخم ومعقد ومرعب بيشتغل بكفاءة شراكات دولية من غابات أمريكا الجنوبية لحد موانئ أوروبا، وحتى ممكن يوصل كمان لشواطئ استراليا. ومهما كانت العملية محكمة اللعبة دي نهايتها شبه واحدة، مع الوقت الشبكة بتتكشف، حد بيقع حد بيتكلم، وفي الآخر يا سجن يا موت. كل اللي شفناه ده من شبكات عالمية لطرق تهريب عبقرية لفلوس بالمليارات وراه ملايين الأشخاص اللي حياتهم بتنتهي كل يوم. شاب كان عنده حلم وبقى مجرد رقم بالنسبة للتاجر، أم كانت مستنية إن ابنها يرجع وللأسف مرجعش، ناس كتير فقدت حياتها وحياة أقرب الناس ليها، حياتهم اتسرقت في طريق ملوش نهاية. الصناعة دي مش مجرد بيع وشراء، دي بتبيع الوهم وتشتري أرواح الناس. ويمكن أخطر حاجة فيها إنك بتبدأ بخطوة صغيرة وبتنتهي بخسارة كل شيء. فلو الفيديو ده وصلك يمكن يكون السبب إنك تلحق نفسك أو تلحق غيرك. وبس كده، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وفي النهاية ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمة. سلام.